في البداية نرحب بالأستاذ محمد بن عصاي المشرف العام على كرة السلة بنادي النصر. أهلا وسهلا أستاذ محمد. الله يحييك أخوي مبارك، أهلا وسهلا فيكم وأشكر لكم حضوركم وهذا اللقاء إن شاء الله ينفع به. بداية أستاذ محمد، الإشراف على كرة السلة، كرة السلة في نادي النصر كانت يعني مختفية على الأنظار جماهيريا حتى نجوم. أتيت فأتى النجوم وأتى الجمهور، ماذا تعد جمهور النصر بهذه المناسبة؟ والله أعدهم بكل خير إن شاء الله. أولا الفترة الماضية كان التوجه في نادي النصر على كرة القدم والسعي خلف إعادة كرة القدم لمكانها الحقيقي، فإن شاء الله نوعدهم بكل خير بمشيئة الله. كيف وجدت تفاعل الأمير فيصل مع هذه اللعبة، خصوصا أنه تواجد في مباراة سابقة معكم في الملعب؟ الأمير فيصل داعم لنا بشكل قوي، يقف خلف كل نجاح أو كل إنجاز تحقق سلة النصر، سواء في مبارياتها بانتصاراتها أو سواء دائما ما يقف خلفه الأمير فيصل، داعم لنا سواء بحضوره، سواء باتصاله، بسؤاله، باهتمامه دائما عما يدور في سلة النصر، عن التعاقدات، عن المحترفين الأجانب، فدائما ما يقف خلفنا في كل شيء. يتواجد معك الآن الأستاذ بندر رشود كقامة إعلامية وكإشراف عام على كرة السلة، كيف تم اختياره وما هي الأشياء التي يعني يتميز بها عن غيره؟ الأستاذ بندر أولا رجل محب، رجل عملي، متابع لكرة السلة بصفة عامة، فالحمد لله يعني توفقنا احنا والاستاذ بندر في يعني توفقنا احنا بصفة خاصة بوجوده معنا يعمل في إدارة سلة النصر، والحمد لله يعني دائما ما يقف خلف يعني سواء التعاقدات دائما ما يقف خلفها الأخ بندر. ماذا يعني لكم التواجد الجماهيري الجيد إلى الآن في هذا الموسم؟ طبعا ما لا شك فيه انه دائما الحضور الجماهيري دائما ما هو دافع للاعبين في داخل ارضيه الملعب، الدافع الاول والداعم الاول دائما في كل لعبه من الالعاب المختلفه، دائما ما يكون الجماهير تقف خلفها. فالحمد لله يعني في حضور وما زلنا نتامل حضور اكثر واكبر ان شاء الله في الفترات القادمه. الجمهور النصراوي في المدن المختلفة يسعى إلى النقل التلفزيوني، أن يشاهد فريقه في التلفزيون. ماذا قدمتم أو ما هي طلباتكم التي يعني ما هي المسببات التي منعت الحضور يعني حضور النقل التلفزيوني؟ والله يا أخوي مبارك هذه ما زلنا نعاني منها، يعني النقل التلفزيوني ما زلنا نعاني منه بشكل كبير، وحاولنا بشتى الطرق أن نحل أو نسعى لحل هذا الإشكالية اللي قاعدة تصير، فإلى الآن ما شفنا أي بوادر حل لها. اللعبة قاعدة تعود، الجماهير تبغى تحضر، غير الجماهير اللي ما تقدر تحضر في مناطق أخرى تبغى تتابع المباريات اللي قاعدة تصير. حاولنا في مباراتنا مع نادي النهضة انه ننقلها يعني بطريقه شخصيه عن طريق رابط، بس ما يعني هذه ما هي مسؤوليتنا، المفروض تكون مسؤوليه الاتحاد السعودي اللي حاولنا نتواصل معه، حاول يصير بيننا وبينهم اتصال انه ونقلنا لهم المشكله اللي قاعدين نعاني منها. يعني النقل التلفزيوني شيء لابد منه، شيء مهم جدا. يعني أنت تبغى رعاة، أنت تبغى حضور جماهيري، أنت تبغى دعاية، أنت تبغى تعيد اللعبة لمكانها الحقيقي، فلا بد من النقل التلفزيوني. أي مستثمر أو أي شركة معلنة يعني تفكر في الاستثمار في كرة السلة في المملكة العربية السعودية حتواجه هذه الصعوبة أو الإشكالية الصعبة يعني الكبيرة، أنه عدم نقل المباريات، وهذا شيء خطأ جدا. عندنا قنوات، التلفزيون السعودي عنده قنوات،
ما اعرف وين المشكله فيه، يعني في نقلها او تكلفه اي قنوات اخرى لنقل هذا والان احنا صارنا 5 جولات انتهت، ما زلنا لا نرى اي بوادر للنقل ابدا. خاطبت القنوات السعوديه؟ ما باي صفه، احنا ما نخاطبها، المفروض الاتحاد السعودي هو اللي يخاطبها. احنا ما نملك الصلاحيه لمخاطبتها، وان اوكلت المهمه لنا فاحنا قادرين ان نجيب قنوات فضائيه لنقلها، ولكن ما عندنا الصلاحيه لها ابدا. فاذا الاتحاد السعودي عاجز عن نقلها، اتمنى انه يعني ما اتمنى، انا اقولها بكل امانه، احنا عندنا استعداد لايجاد قنوات فضائيه يعني متخصصة في الرياضة لنقلها داخل في أي منطقة من مناطق المملكة. مسيرة الأستاذ محمد بن عصاي في نادي النصر منذ توليه منصب الإشراف بطولة دولية و4 انتصارات وخسارة، إلى أين يريد أن يصل بسلة النصر؟ تحقيق البطولات. أي شخص يعني يسعى ويعمل ويجتهد لابد أنه في النهاية هدف بطولة، تحقيق البطولة في النهاية هذا هدف نسعى له، متكلين بالله سبحانه وتعالى، نسأله سبحانه وتعالى التوفيق، نعمل ونجتهد، وإن شاء الله أن في النهاية نحقق ما نهدف له بمشيئة الله. قصة انتقال اللاعب الأمريكي من نادي النهضة، خصوصا أنه لعب ضد النصر في ثاني مباريات الدوري، يقول يد ما تقواها صافحها، فاللاعب كان لاعب شرس أو قوي أمامنا، اللاعب قاعد يقدم مستويات في البطولة في الدوري، فرأينا أنه من مصلحة كرة سلة النصر أنها تستقطب هذا اللاعب. واجهنا إدارة نادي النهضة بكل تقدير وكل محبة نشكرهم عليها طبعا، وهذا مو مستغرب على إدارة نادي النهضة أبدا. العمل الإداري الناجح دائما يعني موجود في إدارة نادي النهضة، فالحمد لله، وانتقل لنادي النصر بكل سهولة الحمد لله، وتوفيق من الله. نخرج عن السلة ونتحدث عن كرة القدم قليلا، خصوصا أن النصر حقق فوز مهم جدا على نظير نادي الهلال، رأيك عن هذه المباراة؟ هي طبعا أول شيء الحمد لله هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، طبعا الانتصار راح لمن يستحقه، ال3 نقاط راحت لمن يستحقها، فعلا نادي النصر يستحق هذه ال3 نقاط، عمل واجتهد، إدارة بكل المقاييس ناجحة تحت إدارة اسمه الأمير فيصل بن تركي، اجتهدوا وعملوا الحمد لله، فكانوا مستحقين هذه ال3 نقاط إن شاء الله، ومستحقين أكثر من كذا بمشيئة الله، وإن شاء الله يحققونها. في الفترة القادمة سوف تكون هناك مشاركة عسكرية، منتخب العسكري وتواجد لاعبين من نادي النصر مهمين جدا، كيف يتم تنسيق بين المعسكر المنتخب ومباريات النصر؟ هم أكثر من لاعبين، بس طالما أنهم هم في معسكر فالحمد لله يعني حيكون لياقتهم مستمرة، التمارين مستمرة معهم، نتعامل معهم، طبعا هم لاعبين محترفين، أقدر أقول عنهم محترفين فعلا، تهمهم لياقتهم، تهمهم رفع المستوى اللياقي عندهم، فما راح يكون أبدا فيها أي ضرر عليهم لا من ناحية اللياقة ولا من الناحية الفنية، طالما أنهم متمرنين وهو يعتبر معسكر رياضي، فما عندنا أي إشكالية فيها بمشاكل. ما بيأثر غيابهم على فريق النصر؟ لا طبعا هم موجودين إلى فترة قريبة، بيحضرون قبل كل مباراة، بيحضرون المباراة إن شاء الله، والحمد لله يعني هم قطعوا شوط كبير وهم مع بعض، وتم التجانس بينهم كلاعبين، والحمد لله فما بيصير أي إشكالية. الكابتن جمال الله يعطيه العافية قاعد يقدم دور كبير، مدرب الفريق إلى الآن الحمد لله وبكل توفيق من الله سبحانه وتعالى نجح، قاعد يقدم مستويات طيبة، فالحمد لله هو قادر يتجاوز هذه الإشكالية إن شاء الله، وأنا ما أعتبرها إشكالية أبدا، يعني بيتجاوزها. جديد كرة السلة بنادي النصر، أعطنا من أسرارك المستقبلية. يعني ما شاء الله أنتم على قولتهم كل شيء قاعد يحدث في سلة نادي النصر قاعدين تطلعون عليه أول بأول، ما عندنا أسرار أبدا في سلة النصر الحمد لله،
فإلى الآن ما في شيء غير أنه مثل ما أنت شايف قاعدين الكابتن جمال واللاعبين، وعندنا مباراة قادمة جالسين نستعد لها، وإن شاء الله نحققها بمشيئة الله. كلمة أخيرة تقولها للجمهور نادي النصر السلة وبصفة عامة. يعني بالنسبة للجمهور نادي النصر أنا أسميه، يعني أنا أقول عنه جمهور عاشق للكيان. أتمنى من بكل أمانة دعمهم للفريق للنادي بصفة عامة. النادي في الفترة القادمة محتاجهم، قاعد كل ما له رتم المنافسة يتصاعد، في منافسة قاعدة تصير قوية سواء في القدم أو في السلة. حضورهم مطلب، حضورهم دعم للإدارة وللاعبين في جميع الألعاب. الحضور الجماهيري اللي قاعد يصير في كرة القدم إلى الآن يعني نقول إن شاء الله أنه يتغير، نقول إن شاء الله نراهم كما رأيناهم الموسم الماضي وأكثر بمشيئة الله. أي إنجاز يتمنونه يتحقق فما راح يتحقق إلا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بحضورهم ودعمهم. شكرا، ألف شكر، الله يعطيك الف عافية. نرحب بالكابتن جمال الجاسر مدرب كرة السلة بنادي النصر. كيف ترى حظوظ نادي النصر في السلة مع هذا الظهور المميز في هذا الموسم؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وثانيا اشكركم على هذا اللقاء. الحاجه بالنسبه لفريق النصر، فريق طبعا له تاريخ عريق. الاداره فكرت ان تجيب يعني لعيبه مميزين ان ينافسون على الدوري. صحيح احنا تونا طالعين من الدرجه الاولى ممتاز، بس نبغى نعكس القاعده دائما، القاعده اللي هم قالوا دائما اللي يصعد ينزل. احنا لا، فريقنا ان الاداره حاولت تسوي اي شيء عشان يطلع ينافس، وفعلا بدينا بدايه قويه. صحيح ان خسرنا مباراه من الانصار، وهذه ما نعتبرها الا كبه جواد، ان شاء الله تعدي، وان شاء الله يشوفون فريق النصر ولعيبه النصر بوجه ثاني غير المباراه اللي لعبناها مع الانصار. طبعا لان مع الانصار صراحه ما كنا جميعا، يعني احنا كنا كفريق، ما اتكلم على اللعيبه ولا المدرب ولا اداره، لا جميعا احنا خسرنا. فان شاء الله مباراه القادسيه جميع اللاعبين والاخوان في الاداره ان وعدونا راح نسوي حاجه كويسه مره ان شاء الله. أنت من خلال النجوم اللي معك، هل النصر سيحقق الذهب هذا الموسم؟ والله هذه هدف، هذا هدفنا، احنا هدفنا الذهب. طبعا اكيد اللعيبه كلهم معنا فريق، يعني جونا اربع نجوم يعني مميزين. صح تختلف يعني التمارين من شخص لاخر، بس انهم نجوم على مستوى عالي كلهم في المنتخبات. اللعيبه الثانيين طبعا الاتحاد، احد، الانصار، الهلال، نفس الشيء لعيبتهم لعيبه المنتخبات. فباقي احنا نبغى ان شاء الله هدفنا الذهب والتوفيق من رب العالمين، واللي يستمر. طبعا الحين 4 متعدين في النقاط في الاول، المركز الاول في 4 متعدين، بس هذا يعني بعد بدايه الدوري، هذا ما خلص الا اقل من ربع الدوري، 5 مباريات. فان شاء الله احنا هدفنا البطوله طبعا، وان شاء الله نقدر نوصلها ان شاء الله. كيف ترى تواجد المشرف العام الاستاذ محمد بن عصاي والاداري بندر رشود معكم؟ والله صراحه يعني ما ادري ايش اقول لك، يعني يمكن لو واحد يقول بحقه اي شيء قليل صراحه، لان عمل ثوره في السله، انقلاب كامل، يعني قلب كل الموازين، كل الانديه. الجميع يتكلم بالاستاذ محمد بن عصاي والاستاذ بندر، لان سووا حاجه كبيره ما هي سهله، نقله كبيره، يعني فريق من حالته وضعه سيء يعتبر الى فريق ينافس على البطوله. فشيء سووه شيء كبير صراحه يعني. وكذلك اداره النادي، حتى اداره الامير فيصل معنا، الامير فيصل معنا في كل الظروف معنويا وماديا صراحه. فالنادي همته كره السله، وانه مفكر انه يسوي حاجه كبيره ان شاء الله. لكم التوفيق ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، وشكرا لكم مره ثانيه. الله يخليك. في البداية نرحب بتركي المهنا ودومينيك وفريد، نجوم كرة السلة بنادي النصر. بداية كيف وجدوا الأجواء في نادي النصر مع الانتفاضة النصراوية في كرة السلة؟ He asks you guys, do you like the weather in Nasr club, and now the club, he need to win the championship. How do you see the teams and the practice and everything? Practice coming along good. We have a good team. We just added Dominique. The fans is gonna always be here. The team is known as a soccer team or a football team, so
the fans support us every game. يقول لك التمرين كويس، في عدد في التمرين، والحين جبنا اضافه اللي هو المحترف الجديد دومينيك. يقول لك الحين هو يطلب ان الجمهور يحضرون، يقول لك لما الجمهور يحضرون يكون وضع الفريق افضل، يقول فريقنا فريق بطوله ونسعى ان احنا جاهدين ان نسوي شيء للجمهور. وقاعد يتكلم ان النصر فريق بطل في كرة القدم، فلما احنا برضه نفوز فجماهير كرة القدم حيجون للسله ان شاء الله. دومينيك قبل شهر لعب ضد النصر وسوى مستوى ممتاز، كيف يرى الآن نفسيا أنه يلعب مع النصر الآن؟ He said before 1 month you play against Nasr Club. Now you are with them in the same team. He said last month you play good against Nasr Club and you do everything. Now what's your opinion against for the Nasr Club and for the team? I see big things for us to do this year. You know, of course our goal is to win the championship. You know, I really like what we can do. You know, we have a great team. You know, Nasr Club it's been good to me. So I'm just waiting to play so we can do big things for the يقول club. لك هو شايف شيء كويس في نادي النصر، يعني شايف انه في عناصر يقدر يحقق معها البطوله، يقول انه هو مبسوط انه هو جاء انه يسوي اضافه للنصر، وقاعد يقول برضه انه في ناس تساعده انه يحقق شيء، يقول انه هو برضه طموح انه يجيب بطوله، فيقول لازم احنا برضه نشتغل مع بعض عشان نسوي هذا الشيء. تعيدون الجمهور بصفة عامة بالذهب هذا الموسم؟ He said both of you guys, can you promise the fans you can bring the championship this year? No, he can't make promises, man. Promises are meant to be broken. So we just gonna fight every game and try. We're gonna take it one game by a game. So we're gonna fight every game and play hard every game, and the outcome gonna show. يقول لك هو ما يقدر يوعد الجمهور ان الوعد ممكن انه ينكسر، فهو ما يبغى يعطيهم وعد في النهايه ما يصير، بس يقول لك هو يوعد الجمهور انه هو حيحاول حيقاتل كل مباراه وحيحط كل ما عنده عشان نجيب البطوله. الجمهور الآن يريد أن يشاهد نجوم النصر، نجوم سلة النصر، ولكن لا يوجد نقل تلفزيوني، هل هذا يؤثر عليهم نفسيا؟ He said now the fans they want to see the superstar for Nasr Club, but but the TV they don't they don't put any game in the live in the TV. Oh, they don't put any Yeah. game on the Do you think that's them mad? They should put our games on TV so we can get more fans in the gym and pack the gym out. So it'll help us win the championship, knowing we got loyal fans coming out and support us every day and every game. So it'll be good for us, for the team. يقول لك هو المفروض انه ينقلون المباريات لنا، عشان لو نقلوا المباريات الجمهور حيتحمس، حيجي يحضرون تمارين، حيحضرون المباريات، هذا حيساعدنا كثير انه برضه احنا نحقق البطوله لما نلاقي ان الجمهور يحمسنا ويشجعونا يعني. نفس السؤال. Same the question. Hey, I really believe they should put it on games on TV. You know, it'll bring more fans in. You know, fans will help the team win games. You know, to give us support. You know, the energy that we need in games. You know, it will also help. I mean, be fun for the people. You know, so I really hope they can do better and put the games on TV as well. يقول لك حتى هو برضه يامل انه ينقلون المباريات على التلفزيون، يعني يقول لك لو شافوا الجماهير المباريات لما يجون هم يطلعوا تماريننا ويطلعون المباريات يشجعونا، يعطونا طاقه اضافيه ان احنا نجيب البطوله، فكل ما هم حضروا وساندوا الفريق ان الفريق حيكون في الاعلى المناصب ان شاء الله. في آخر مباراة هنا في الرياض كان فيه أشخاص أمريكان حضروا المباراة، ماذا يعني لكم هذا يعني؟ He said the last game we play here home guys, there is some American fans they come to watch our game. What's that like feel for you guys? What's that mean for you guys? Oh, I did not know that. They didn't know that. He said يقول لك ما كان يدري عن ذا الشيء ان في امريكان حضروا. لا حضروا وشاهدوا المباراة وشاهدوا النصر. He said they come here and they watch the game and there was fans for the team. Oh, that's good. We'll accept anybody that come and support us. So we're gonna play the same way. We're gonna play hard. We're gonna fight. So any fans count. Every fans count. يقول لك هذا شيء كويس، يقول لك هو برضه يبغى من الناس كلها تحضر، مو بس انه مشجع يعني يبغى الفريق كله يجي عشان هذا يحمسنا ويشجعنا. أول مباراة لدومينيك مع القادسية بعد بكرة إن شاء الله، بماذا يعد جمهور النصر؟ He said first game for you after 2 days. What you promise the fans for the game? Oh yeah, we're gonna put on the show. We're gonna the goal, of course, the goal is to win every game. You know, so if y'all come out and support, you'll be satisfied. You'll be happy with our play. يقول لك بيخليهم ينبسطون بالعرض اللي بيصير، فيقول لك انه يوعدهم ان ناخذ المباراه كل مباراه كميداليه ذهبيه يعني، فيقول لك ان شاء الله يوعدهم انه يجون يحضرون المباراه يطلعون مبسوطين من المباراه. وسائل التواصل، آخر سؤال، وسائل التواصل الاجتماعي بدأوا يذكرون أسماء فريد، دومينيك، تركي،
أيمن بقية النجوم كونوا جماهيرية كبيرة الآن. السلة عادة لا يوجد فيها جمهور يعني بالأسماء معروفة. ماذا يعني أن جمهور النصراوي يتبادل صوركم أو مقاطع لكم في مواقع التواصل؟ He said the social media, they start talking about the superstar for the team, you and Dominic, me, Ayman, Mustafa, all the teams. What does that mean for you guys? Like they share photo and video for us. It's just love. We need the love on our team. We need the fans to come out. Like we said before, we need the fans and posting our pictures on social media that bring fans to us, and they want to see us play. They see everybody taking a picture of us, and they want to come to a game. You know what I'm saying? And we need for them to put it on TV and just spread the word that we are here to play. And we here to win the championship. يقول لك هذا حب، يعني لما هم يحطون صور للفريق وصور للاعبين ان هذا حب ان هم يجون يحضرون. احنا هو زي ما قال قبل ان كل ما حضروا كل ما حمسونا اكثر ان احنا نجيب البطوله. يقول هو برضه لازم يكون في نقل تلفزيوني عشان هم برضه يعرفون ان عندنا مباريات ويحضرون يعني. فيقول لك لما هم يشوفونا في التلفزيون حينبسطون، حيقولوا يبغوا يجون يشوفون مباريات لنا ويصورون معانا قبل المباراه وبعد المباراه، فيتحمسون يعني، وهذا شيء حلو كلنا يعني. كلمة أخيرة لهم. You want to say last words for you guys? Come out and support us. You know, we're gonna put on a show for y'all. We're gonna play hard, win every game. يقول لك يبغى الناس تحضر وهو يوعدهم انه يخليهم يشوفوا شيء كويس وعرض كويس وياخذ كل مباراه كل بطوله يعني. شكرا لكم. العفو.